بالنسبه لحمام المصر هيكون متقسم معانا كالاتي: عندنا هنا الجاكوزي بالخلاطات بتاعته. تمام. عندنا هنا التيوت بالشطاف الدفن. تمام. عندنا في الجنب ده هيكون فيه الحوض. تمام، ممتاز جدا. بعرض 160 سم، والسخان هيكون في الجنب ده. القطعه الاساسيه فيها شطاف. طب لما انا هاجي اقف، الشطاف اتفقنا ان هو مش هيطول معايا. مظبوط، ده حقيقي. فاحنا مخلين هنا هيكون فيه خلاط الدفن على الواقف، وليه الشطاف بتاعه، ولينا الطاسه نازله من السقف. تمام. وزي ما اتفقنا مكان هنعمل الجاكوزي خلاط دفن. الخلاط الدفن على الارتفاع بتاعه هينزل كام سنتي عن هيبقى 2 متر 20. 2 متر و20. 2 متر و20 نقدر ده. والعرض بتاعه ده بيكون كام؟ 80؟ العرض بتاعنا احنا هنا عاملينه 90 سم. لا، بتاع الجاكوزي بالظبط. الجاكوزي هيكون جوه 80 سم. يعني عشان خاطر عايزين ينزل فوقيه بالظبط تحديدا. في المنتصف. في المنتصف. تمام، اوكي. هيكون اليونت بتاعتي هنا هتبقى عرض 50 سم. في الارتفاع مثلا هنعملها مثلا 120. هيكون لها 2 ضرفه وهنقفل عليها. فهمتك. اوكي. هنعملها 2 رف يكون فيه سخان، ورف التاني هيكون مثلا نستخدمه كخزين. يعني احنا عندنا هيبدأ من هنا الكابينة هتبدأ من فين بالظبط؟ هتبدأ من بعد الغسالة، اللي هي هنسيب 80 سم للغسالة وناخد الكابينة بتاعتها. الغسالة هيتبقى معايا 160 سم. 160 سم كابينة على العرض في 90. في 90.